ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحة وستر وخير. ايه يا ولاد، في ايه؟ كل ما ننام ونقوم نلاقي ترند جديد. مش كده؟ ايه صوابع جيجي دي كمان؟ مالها صوابع زينب؟ زعلتكوا في ايه؟ زعلتكوا في ايه يا ولاد صوابع زينب؟ النهارده هنعمل ترند جديد من ترندات الحلويات، صوابع جيجي. عايزه اقول لكم الكيلو ب 750 جنيه. ده اللي يقال، انا عمري ما اشتريتها ولا عمري هروح اشتريها يعني ب 750 جنيه. دون تقريبا نص كيلو مكلفني 30 جنيه. 30 جنيه ايه والله، 20 جنيه. تعالوا نسمي الله ونشوف الطريقة على طول. معايا كوباية من سميد البسبوسة السايب العادي اللي مفوق مش في اكياس، بس حاولوا تجيبوه انعم حاجة. اتفرجي على الفيديو بقى، ولو عجبتك او استفدت اي حاجة من الفيديو بتاعي يا ريت اشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل. ومعايا كوباية من الدقيق، دي المخبوزات العادي، ونص معلقة صغيرة من الخميرة، وما تكتريش خميرة عشان ما تنفش منك قوي، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنحط ربع كوباية، دول معلقتين من السكر البودر، السكر المطحون يعني. ومعايا نص كوباية من الزيت. حابة تحطي سمنة براحتك، بس يعني أنا كل الطرق اللي شفتها بالزيت يعني. افركيها بقى على ايدك كده او بسيها زي ما كنا بنبس الكحك، لحد ما كل السميد والدقيق يتشرب كده مع بعضه. بصوا بقت متماسكة ازاي. بعد كده هنجيب بقى نص كوباية مية. أنا جايبة كوباية، هناخد منها على قد ما احنا محتاجين. أنا ما احتاجتش غير نص كوباية مية بس. هفضل أعجن فيها. بصوا هتحسوا إنها سايبة كده وملزقة في الأول، لكن افضلوا اعجنوا فيها هتلاقوها مسكت معاكم. بصوا أنا ما جريتلكوش ما قطعتش الفيديو عشان تشوفوا إن هي اتلمت ازاي. السميد بيشرب المية وبعد كده بتلم في ايدك وبتبقى حلوة قوي. هي بتبقى عجينة طرية شوية. أنا ولا زودت مية ولا زودت دقيق ولا سميد ولا أي حاجة، هي نص كوباية. على فكرة مش تاخد معاكي نص ساعة عجن وتشكيل وتسوية وكل حاجة. أنا دخلت المطبخ نص ساعة كنت عاملاها. هسيبها ترتاح 10 دقايق أو أقل كمان، لأن أنا عاملة يعني مقدار صغير قوي ومش عايزاها تختمر عشان ما تفتحش في الزيت. بعد كده هقسم الكمية اللي معايا عشان أعرف أفردها كويس، والدايرة ما تبقاش كبيرة قوي. هتفرديها بإيدك بقى أو بالنشابة، هي سهلة بتتفرد على طول، بس رشينا رشة دقيق كده لأن العجينة بتاعتنا طرية. واما نشوف آخرة الترندات دي هتوصلنا لإيه. مالها زمان كنا بنعمل الكنافة والقطايف ونريح راسنا. نهار ما كنا بندلع الكنافة كنا بنحط لها كريمة. هقطعها 4 تربع، وكل ربع هقطعه 4. حاولوا تعملوها صغيرة وما تعملوش الدايرة كبيرة اللي هو الرغيف أساسا الأولاني، عشان ما نلفش كتير، يعني ما نلفش الصباع كتير عشان يستوي معانا كويس في الزيت. قطعتها طبعا، والطريقة شارحة نفسها، وببساطة جدا بتتلف زي الكرواسون كده. بصوا بمنتهى البساطة بصراحة، تشكيلها سهل جدا. والحتة الأخيرة دي نشدها كده كويس ونلزقها، وأهم حاجة ندوس عليها كده عشان ما تفتحش معانا في الزيت، لازم نلزقها كويس. هنبتدي نخلص كل الكمية، وده القطعة التانية. برضو مش هبتدي أقلل لما أخلص التشكيل كله، لأن هي بتاخدش وقت في التسوية. وأشد الحتة الأخيرة وأدوس عليها كده برضو لحد ما أتأكد إنها اتقفلت كويس. هخلص بقى كل الكمية، ودي الكمية اللي طلعت لي من كوباية السميد وكوباية الدقيق، يعني تقريبا أكتر من نص كيلو. نيجي للتسوية بقى. زيت كتير، زيت غزير كده، نسيبه يسخن كويس ونهدي النار تحتيه، ما نخليش النار عالية عشان ما تتحمرش من جوه، ومن بره ومن جوه تبقى عجين عشان تستوي كويس. يعني نخلي الزيت سخن أول ما ننزل فيه الحاجة صوابع جيجي، وبعد كده نفضل بقى ما نقلبهاش خالص إلا لما تاخد لون كده، وتطلعيها بقى لما اللون اللي انت عايزاه، يعني اللون اللي يناسبك انت طلعيه. تسيبوها تستوي براحتها كده على نار متوسطة. والشربات بتاعنا شربات تقيل بارد، شربات زي شربات الكنافة كده تقيل ويكون بارد. نطلعها على طول من الزيت، نحطها في الشربات دقيقة واحدة بس كده، منخليهاش كتير عشان ما تضطراش، ونطلعها في طبق التقديم على طول. كده خلاص كنت خلصت كل الكمية اللي عندي. انا مرضتش اعمل كتير عشان ما كنتش عارفة يعني صوابع جيجي دي هتطلع ايه بصراحة. طيب بقى كده خلاص خلصنا. تاخدوا رأيي بقى، اللي يعني لو كان يهمكم
صوابع زينب يا ولاد ما أثرتش معانا في حاجة بأمانة. لو هنقارنها طبعا صوابع زينب أحلى بكتير، وواحدة زيي بتعشق صوابع زينب وما يعجبهاش صوابع جيجي بصراحة. طريقتها سهلة حلوة، ممكن تعملوها لولادكم هتعجبهم. بتتقدم مع شوكولاتة كده، بس ما اشتريهاش حتى ب200 جنيه، يعني ما اجيبهاش من بره الكيلو ب200 جنيه، ما تستاهلش. وهي سهلة جدا وبتعمل في البيت زي ما انتم شايفين كده. جربوها ان شاء الله تعجبكم، بس للي بيحب صوابع زينب زيي مش هتعجبه.